سخرية القدر إن إحنا ممكن نعيش حياتنا كلها قلقانين متوترين من إن حاجة تحصل لنا علشان إحنا متخيلين إنها ممكن تحصل لنا بناء على الحاجات اللي حصلت لنا قبل كده وبناء على الحاجات اللي حصلت للناس اللي حوالينا والصدمات اللي خدناها في حياتنا والطريقة اللي اتربينا بيها واتعلمنا بيها ومجموعة الحاجات دي كلها على بعض. بس انتوا متخيلين إن إحنا ممكن نعيش حياتنا كلها قلقانين من حاجات لسه ما حصلتش، وسايبين الحاجات اللي معانا دلوقتي لا عارفين نستمتع بيها ولا عارفين ننتج ولا عارفين نتحرك لقدام ولا عارفين نتخلى عن الحاجات اللي حصلت اوريدي من الماضي، وقاعدين محشورين في لوب عقلي من الخوف ومن الفزع ومن القلق ومن القرارات الغلط ومن الاختيارات الغلط ومن ان الواحد يسكت على حاجه هو مش عاجباه، الواحد انه ممكن يقبل بقليله، الواحد انه ممكن يعمل حاجات كتيره قوي علشان خايفين او قلقانين من حاجه احنا متخيلين انها ممكن تحصل في المستقبل. ولما الايام بتعدي ولما السنين بتعدي ولما الشعر بيشيب بنكتشف ان مفيش حاجه بتحصل لنا غير لما كان لازم تحصل لنا، وما كانش ممكن تحصل لنا باي طريقه تانية علشان هي اوريدي حصلت لنا. فالهدف من الفيديو ده هو ان اقول لكم لو انتوا خايفين وقلقانين ومتوترين ارجوكوا أنفاس عميقة، اهدوا، استهدوا بالله، قولوا الحمد لله، خلي في قلبكم إيمان إن أي حاجة هتحصل لنا لازم تحصل لنا، وصباح الجمال وربنا يوفقنا كلنا.